احنا لايف. يلا بينا. شفت شويه موديلات كده عربيه. يسعد مساكم مستمعينا، حلقة جديدة من كعب عالي على يلا مزيكا اف ام 101.5، أول إذاعة عربية رسمية للجالية العربية في كاليفورنيا. معانا الكلام عن الستات، مشاكلهم، مشاعرهم، مخاوفهم. أصلهم مخلوقات حساسة جدا ما بتعرفش تعبر عن اللي جوه قلبها. مطلوب منك يا آدم تكون خبير في ضرب الوضع والتنبؤ بالمستقبل عشان تعرف تتعامل مع حواء. أنا هنا معاك رحاب أبو العيلة في كعب عالي، حلقة كل يوم خميس هديك روشتة صغيرة يمكن تخلي حياتنا أفضل. هنتكلم مع بعض النهاردة في أهم حاجة اجتماعية ربنا خلقها لينا. هنتكلم عن الجواز اللي المفروض إنه أسمى أنواع العلاقات ما بين البشر. العلاقة ما بين آدم وحواء خصوصا لو في الجواز بتكون دايما علاقة محاكاة بكل ما هو غريب ومثير. حاجة كده زي الكرتون كده، توم اند جيري، مغامرات لا حصر لها ما بين حاجات حلوة وحاجات وحشة. آدم وحواء علاقتهم المثيرة دي اللي كلها حكايات يطول شرحها، ناس كتير قوي كتبت عنها، أدباء وشعراء ومفكرين وأفلام سينما ومسلسلات. في ناس قالت إن الجواز حلو برغم إنه كله مآسي ومشاكل وحزن، وناس تانية شايفة إنه هو السبيل الوحيد لتحقيق السعادة للبشر، والسبيل الوحيد برضو لتطوير الإنسانية واستقرارها. هل ده حقيقة؟ هل هي نعمة؟ ولا هل هي نقمة؟ هل مشروع الجواز مشروع فاشل بكل المقاييس، ولا هو أنجح تجربة إنسانية عرفتها البشر؟ انت شايف موضوع الجواز ده ازاي؟ هل هو ناجح؟ هل هو فاشل؟ أنا في انتظار تليفوناتكم ومشاركاتكم. أرقام تليفوناتنا 234-322-020 و707-400-0180. شاركوني بكومنتاتكم وآرائكم، وشوفونا على اللايف بتاعنا على الفان بيج بتاعتنا يلا مزيكا على الفيسبوك. احنا موجودين على انستجرام وتويتر، تابعونا واعملوا لنا فولو، وفي انتظار رأيكم وتعليقاتكم على موضوع النهاردة. انت شايف الجواز مشروع فاشل ولا لا؟ ونسمع لطيفة بنتقابل. مساء الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على اللايف بتاعنا، اهلا وسهلا بيكم. وموضوعنا النهارده الجواز مشروع فاشل ولا مشروع ناجح؟ عايزه اعرف ارائكم، وعايزه اعرف انتوا شايفين الموضوع ازاي، تجربتكم الخاصه، تجربه اصحابكم، معارفكم، شفتوا الموضوع ده ازاي؟ ايه اللي بيخليه فاشل وايه اللي بيخليه ناجح؟ بتختلف التجارب من تجربة من شخص لآخر. في ناس شايفة ان هو منظومة فاشلة ومنظومة فاسدة وكل الكلام الكبير ده، وفي ناس شايفة ان العلاقات دي اسمى انواع العلاقات وحاجة مبهجة وحاجة مريحة. انتوا شايفينه ازاي؟ يا ريت تقولوا لي وشاركوني بالكومنتات بتاعتكم واحنا مع بعض. اول حد بودي تيتو، لا الحمد لله مش فاشل. طب الحمد لله. انا مش قادر احدد هو راجل ولا ست، دي حاجة جامدة يعني جدا. هو مش فاشل.
سام خليل ازيك؟ الزواج عموما 50% سعاده و50% نكد. ما على حسب كل واحد بيشوف الموضوع ازاي. الله يا سام يعني دي سياسه يعني انت بتتكلم في السياسه. يعني انت الحمد لله. طبعا انا بحاول اعمل شير للحلقه في كل الناس، واعملوا شير للناس اللي بتشوفنا، اعملوا شير وقولوا لاصحابكم، واعملوا تاج للناس عشان تدخل وتشوف الحلقه ماشيه ازاي. اهلا نجله، هاو ار يو؟ مساء الخير عليكي وعلى كل الناس اللي بتتفرج علينا وبتسمعنا. زي ما قالت رحاب، يبقى لطيف خالص جدا انكم تساعدونا وتعملوا شير وقولوا لكل الناس. احنا لايف لمده ساعه تاني قدام. يلا مزيكا اف ام في كعب عالي مع رحاب ابو العلا. هنتكلم النهارده عن الجواز، مشروع فاشل ولا مشروع كويس؟ لطيف كويس. بس هو الحمد لله. شذا مساء الفل عليكي، اهلا وسهلا. طب ما نبتدي بحاجه لطيفه يا جماعه. كل واحد بيتفرج علينا وانا يعني الارقام شايفينها، يقول لنا منين، يعني بتتفرجوا علينا منين، انهي منطقه في العالم، كاليفورنيا، اي ولايه تانية، كندا، اوروبا، اي حاجه. سنه الحياه، سنه الحياه مالها بقى دينا؟ ولا سنه الحياه شر لابد منه. طب ليه يا جماعه هو شر؟ بالعكس دي حاجه جميله جدا وحاجه كويسه جدا. ليه دايما بنحط الحاجات النيجاتيف الاول قبل ما نتكلم وقبل ما 1 مينيت اللي بيقنعك بالجواز يقول لك معلش اصل ده شر لابد منه، وانا رايحه اتدفن، انا رايحه انبسط يا جماعه. اوبس. بحاول بقدر الامكان. سبرينغفيلد، اهلا وسهلا بودي، هاو ار يو؟ تمام. طبعا انا بس زي الفل، زي ما انت كملي، احنا 40 ثانيه بعمله. اوكي. نجله بتقول سنه كونيه. طب يعني بس زي اي حاجه تانية في الدنيا، في حاجه حلوه وفي حاجات وحشه. which is okay. دينا من لافيرني كاليفورنيا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خدوا بالكم يا جماعه من المطر والبرد. الناس اللي بره كاليفورنيا بقى اللي في الايست ستيتس، ربنا معاهم، يعني بيمروا بعاصفه في الحقيقه. يلا بينا طالعين على الهواء حالا، فتابعونا. 6 5 4 3 2 and 1 لايف. When you want great music, it's Yalla Mazika Radio. صباح الخير أشرف، كيفك اليوم؟ أنا تمام. صباحك سكر زيادة، بس معلش ما تأخذيني لأنه لسه ما شربت قهوتي. يلا جهز حالك تنطلع على الهوا. حجيب لك قهوة معي. ممكن ديكاف بليز؟ ما يلا يا جدعان، عايزين نطلع على الهوا بقى، بطلوا دلع. أنا كمان عايز قهوة لو سمحت. حاضر. حضر لك كتير يا حبيبي. برنامج صباحك سكر زيادة كل يوم جمعة الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، الساعة 12 الظهر بتوقيت نيويورك، على إذاعة يلا مزيكا 101.5 FM. Hi, I'm Danny McKenna, McKenna European Auto Center. I bet my BMW, Porsche, and Audi managers that we could sell a lot more cars by lowering the prices on every vehicle in inventory. It seems like a no-brainer. I can't understand why anyone would take that bet. McKenna European Auto Center, 605 in Firestone in Norwalk. أنا أول مرة أعمل مداخلة كده، زي ما كنا فعلا بنبقى راكبين العربية في مصر. أيوة. ونسمع خفة الدم. Yalla Mazika Radio. Time to get you in the mood. For all the best of Arabic music. This is Yalla Mazika Radio. The hottest Arabic music station worldwide. ورجعنا لكم وكعب عالي على يلا مزيكا اف ام، وانا معاكم رحاب ابو العلا. وموضوعنا النهارده عن رأيك في الجواز، وهل يا ترى هو مشروع فاشل ولا حاجة كويسة. في البداية عايزة أفكر كل الناس اللي بتسمعني إن بكرة الصبح الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا عندنا برنامجنا الجديد صباحك سكر زيادة مع أشرف وليال وجورج. البرنامج برنامج صباحي خفيف، بتمنى ان انتوا تسمعوه. اول حلقة بكرة ان شاء الله، يا رب يعجبكم. اسباب الجواز واختلافها ورأي الناس بيختلف من بني ادم للتاني، زي ما قلنا، على حسب وضعه، خلفياته الثقافية، بيئته، تعامله ازاي، اتربى ازاي. بس في حاجة مهمة جدا ان بتحدد اذا كان الجواز ده من الاول هل هو ناجح ولا
معمول كده علشان ايه؟ حاجة والسلام، سنة الحياة، شر لابد منه. كلام كتير قوي بيخلي الواحد يعني قبل ما يقدم رجل كده يعني يبقى ايه؟ خايف، انا هلبس في الحيطة، انا هيبقى عندي مشاكل، انا مش هعيش سعيد. انه ما تبقاش الرغبة في الجواز في حد ذاته ان انا اعيش مبسوط او استقر. انا بعمل الجواز ده علشان لازم اعمله، علشان هو المفروض ان هو يحصل، مش عشان انا حابب الشخص او انا مقتنع بالشخص او انا مقتنع بالفكرة دي. ففي ناس تلاقي انها تقرر انها تتجوز، انا مش بتهرب من حاجة، بتهرب من ظروف اجتماعية، بتهرب من وحدة مثلا، او بتهرب من انه انا مثلا بالنسبة للرجالة وللستات انه انا هيفوتني قطر الجواز فلازم اتجوز، لازم الحق بسرعة اخلف والحق اتجوز. مش مهم قوي الشريك على قد ما هو بيكون مهم ان انا الحق. طب ما انا ممكن وانا بلحق بسرعة قوي كده اخبط في اي حد او اي حاجة، ده ما بيكونش نابع عن اقتناع، فده بيعمل بعد كده مشاكل. الجواز مشروع رباني ليه قواعد سماوية، مش يلا هوبا نتجوز وخلاص. يعني لو انت وحيد فعايز حد يسليك مثلا، او لو انت الناس بتضغط عليك علشان لمجرد ان يكون ليك في الحياة، وزي ما قلت ده اذا كان رجل او ست، انت بتاخد في وشك اي حاجة، واول حد بيخبط على بابك بتدخل وبترتبط ومن غير ما تفكر. ودي أكبر غلطة ممكن الإنسان يعملها في نفسه، إنك تبقى عايز ترضي اللي حواليك وخايف من الوحدة، فتلاقي نفسك بتختار غلط، أو مش أنت اللي بتختار، اللي حواليك هم اللي بيختاروا لك، وده بينتج عنه مأساة حقيقية. فلازم في البداية أكون فاهم ومدرك تماما لفكرة الجواز. أنا مش طالع رحلة هغير جو شوية وبعدين لو ما عجبنيش الحال أرجع زي ما كنت وكأنك يا أبو زيت ما غزيت، بالعكس تماما. ليه بقى؟ لأن لازم أكون فاهم الأبعاد النفسية والاجتماعية اللي أنا داخل عليها. أنا اللي بشيل الليلة، أنا اللي بعمل عيلة، أنا بينتج عن الجواز ده حتى لو في فترة قريبة، فترة بسيطة، بينتج عنه ولاد بني أدمين، ناس بتطلع، ناس بتبقى مسؤول عن تربيتها وعن أفكارها، وعن إن الولاد دي هتتربى إزاي في ظل إنه في علاقة مش سوية ما بين الأب والأم. في حاجات تانية برضو، إنه اللي بيقدم على الجواز ده ما بيبقاش مدرك المسؤولية اللي هو بيتحط فيها. زي ما قلنا إن في ولاد إن هو مسؤول على إن هو يكون عنده الدعم الدعم المادي المعنوي، إنه الراجل يقوم بدوره على أكمل وجه. في ناس ما بتركز في الكلام ده، ما بيركز ان هو لازم ياخد باله وهو جاي يتجوز. هو ساعات الناس متركزه في المضمون وتركز في الشكل، انه انا لازم اتجوز وخلاص، دي حلوه، طب كويسه، يلا. ايه الابعاد؟ هل انا مرتاح؟ هل انا مبسوط؟ ما بيفكروش في كده. فلازم وانا داخل على موضوع الجواز اكون مدرك تماما عن المسؤوليه اللي هتبقى ملقاه على عاتقي، واللي انا هبقى مركز فيها ازاي وهأديها ازاي. وهنا برضو بتيجي قدرة العطاء، بتفرق كتير. يعني العطاء الحقيقي اللي أنا بدخل أديه للناس اللي أنا قررت أرتبط بيها. يعني ما هو أنا مش داخل أخد وبس، أنا هاخد بس من الكومنتات معايا لأنه الموضوع غالبا عاجب الناس. في ناس بيقولك الجواز عموما، سام بيقول الجواز عموما 50% سعادة و50% نكد. هو على حسب يا سام انت بتشوف الموضوع ازاي، وعلى حسب بتتعامل ازاي مع اللي قدامك، وهو بيرد التعامل عليك ازاي. بودي بيقول لا الحمد لله مش فاشل، يعني هو شايف ان الموضوع ناجح. طب دي حاجة كويسة جدا وسعيدة جدا يا بودي، ده يعني ان في ناس تجاربها ناجحة، دي حاجة كويسة جدا. كانت معايا ريموندا بتقول successful is good plan، يعني هي شايفة انه لازم الواحد يخطط للنجاح. اعتقد ده اللي انا فهمته، انه لازم يخطط للنجاح الاول، يبقى عارف هو عايز يعمل ايه، يبقى شايف ابعاد النجاح اللي هو
نفسه يوصل لها بطريقة أو بأخرى. أعتقد ده كان قصد ريموندا. لو قصدك ريموندا حاجة تانية اكتبي لي علشان أوضح أكتر رؤيتك للموضوع. نجلاء السوي بتقول أولا هو سنة كونية، ثانيا هو زي أي حاجة في الدنيا فيها حاجات حلوة وحاجات وحشة. بالطبيعية طبعا هو سنة كونية، هو لازم تتعمل عشان الكون يعمر وعلشان يبقى فيه يعني سلسال من البشر موجود. بس لو هو بيتعمل لمجرد ان انا اتكاثر وخلاص، او ان انا ما بقاش مقتنع وراضي وسعيد، يبقى انا اعتقد في الحالة دي يبقى ملوش اساس من الصحة، ملوش لازمة. يعني لازم البني ادمين تبقى مقتنعة تماما باللي هي بتعمله. في ناس مثلا يعني وهي بتيجي تتجوز، لما يقرر ان هو يتجوز ويعمل علاقة، بيدي اللي قدامه ازاي، وده بيحدد زي ما قلنا مدى نجاح العلاقة دي. يعني مثلا لو انا هساعد شريك حياتي ان هو يتطور بطريقة او باخرى، يحقق احلامه، يشتغل، يدرس، يطور نفسه. طول ما انت عايز شريك حياتك محلك سر ويبقى انت بكل تأكيد مش بتحبه، يعني مش قادر تنبسط معاه بنجاحه او اللي هو نفسه يتمناه، وده معناه برضو ان الشخص اللي قدامك او شريك حياتك قد يكون اناني بكل المقاييس، عايز اللي قدامه يفضل ورا. كل الناس اللي حواليه بتتطور وتنجح، وقد يكون كمان بيبدأ فيه فوارق تبان بينه وبين اللي حواليه. عشان كده أنا بحترم جدا الراجل اللي عايز مراته تشتغل وتنجح وتدرس، وحتى بيساعدها إنها تثقف نفسها. يعني انزلي حبيبتي اشتغلي مفيش مشكلة، يساعدها إنها تكمل دراستها بطريقة أو بأخرى. أعتقد ده بيكون عنده ثقة في نفسه كويسة جدا وعنده ثقة فيها. وبالعكس الست كمان اللي بتساعد جوزها ده بينتج عنه استقرار نفسي وعائلي واجتماعي وكمان مادي، لأن هو لما بينجح في شغله ويكون ناجح وتقف جنبه بطريقة أو بأخرى، الست دي بتبقى عايزة الحياة تستمر. أعتقد أن التوازن اللي بينتج عن النوع ده من العلاقات، الناس دي ما بتحسش أبدا إن جوازها فاشل أو إنه قد يطلق عليه إن هو عندهم مشاكل. بالعكس برضو العلاقات اللي بيكون فيها نوع من أنواع الغموض، أو أنا الراجل أعمل اللي أنا عايزه من غير ما حد يسألني مثلا أنت فين أو بتعمل إيه أو دخلك كام أو ليك حسابات بنكية محدش يعرف عنها حاجة. ويمكن أنا تطرقت للموضوع ده باستفاضة أكتر لما اتكلمنا في موضوع الخصوصية ما بين الأزواج، أنه كان لازم عشان الناس تعيش في استقرار وأمان يبقى في مشاركة للبني آدم اللي أنا عايشة معاه بطريقة أو بأخرى. مين أصحابي، مين أهلي. أنا في ناس ما تعرفش أزواجها شغالين فين، وده شيء مش صحي أبدا، علاقات مش سوية. أنا معايا تليفون، هقول ألو مساء الخير. ألو. أيوة مساء الخير. أهلا أهلا يا ريموندا. أهلا يا ريموندا. حاجة حلوة. حلوة قوي إن الحلقة تبدأ بتليفونك، دي شيء جميل جدا جدا. ربنا يخليكي. ميرسي يا حبيبتي. عاملة إيه؟ الحمد لله الحمد لله. جورج كمان سامعك وبيسلم عليكي كتير. طب تمام ذاتس جود. حلقة موضوعها شيق جدا، ما قدرتش أقاوم إن أنا أنط. قولي لي إيه الموضوع؟ شايفة الموضوع ده إزاي؟ أنا شايفة إن هو مش تجربة، هو حاجة يعني قدرية. يعني هي حاجة دي أول حاجة ربنا يعني بدأ بيها الدنيا. بالظبط، هو مشروع رباني في النهاية. هي مش تجربة. مشروع رباني. يعني فهي مش تجربة، إنما طبعا كونها تنجح أو تفشل زي ما أنت قلتي، يعني البني آدمين اللي قايمة بيها هي اللي هتنجحها أو تفشلها بكل تأكيد. في بني يعني الناس دلوقتي مش كلها عندها هقول ايه القدرة على مسألة الجواز، تحمل مسؤولية الجواز. طب انا هقول لك على حاجه يا ريموندا. الجواز في حد ذاته اعتقد ان الناس كلها مثلا بالنسبه للقدره الماليه قد تكون ميسوره الحال، والكل بيتجوز دلوقتي، بابا بيساعد، ماما بتساعد، خاله بيبعت فلوس من ايا كان. بس الفكره بقى بالظبط ده بكل تاكيد. لكن القدره بقى على ان انا استغل الحاجات دي واعمل علاقه ناجحه مع البني ادم اللي قدامي، ده بقى اللي انا عايزه اسمعه منك. بصي، هي يعني الجواز في حد ذاته مشروع ناجح جدا من وجهة نظري،
لانه ده أتفق يعني معاكي. زي ما ابتدينا الكلام انه موضوع الهي رباني انساني، فهو مشروع ناجح. لكن اسباب فشله ممكن تعملي عليها 10 حلقات، لان اسباب الفشل دي منها تدخلات اسريه، منها مشاكل ماديه، منها ناس نفسها ما عندهاش اي نوع من المسؤوليه، متربيه اصلا انا مش هشيل مسؤوليه، فاول ما بيدخلوا على الجواز ويشوفوا مسؤوليات الجواز بيجي لهم بانيك. ايوه زي طب انا هسألك على حاجه بالنسبه للحته دي. هل مثلا انا لما باجي اربي البنت يا ريموندا وافهمها انه انت هتعملي كل حاجه في حياتك، في عائلات كتير قوي بتربي بناتها بالطريقه دي، هتعملي كل حاجه في حياتك لما تتجوزي، كانها تخرج من للسعاده والانبساط و وبعدين ترجع تلاقي نفسها اصطدمت بالمسؤوليات الملقاه على عاتقها المسؤوليه البلاد. بنطبق ان المسؤوليات مشكله او شيء على عاتق، احنا عايشين في الحياه عشان يكون عندنا مسؤوليات، ده اللي لازم اربيه عليه الولاد اللي انا بالظبط. انك مخلوق في الحياه عشان يبقى عندك مسؤوليات، مش مخلوق عشان الجواز ده مش هتنفع تدللي ولا انت رايح تتدلع. صحيح يعني انت مش غرض الجواز ان انت بتجيب ست تخدمك او انت تجيبي راجل يصرف عليكي. بالظبط صحيح خالص. طب احنا داخلين شركه احنا الاثنين وعايزينها تنجح، ازاي افهم الناس او انا كشخص ازاي اوصل بعلاقه جوازي لبر الامان من وجهه نظرك في عجاله كده؟ في عجاله ان انا اعتبرها زرعه محتاجه رعايه طول الوقت، وما وصلش لحته ان انا خلاص اتجوزت وضمنت نفسي معاه وضمن نفسه معايا. الموضوع محتاج مجهود طول الحياه طول ما انت عايش، هو ده اكتر حاجه هتخلي الزرعه دي تكبر وتكمل وتطلع ثمر، انك ما تكلش او تمل. مفيش بقى يعني وصف غير كده. بالظبط، ده مشروع حياتك لازم تقعد تشتغل عليه وطوره باي طريقه. اشتغل على علاقتك. طبعا اشتغل على علاقتك بشريكك، شوف مشاكلك حلها بايجابيه. دي الحاجات يعني دي الوصفه السريعه اللي نقدر ننجح. اشكرك يا ريموندا وميرسي جدا على تليفونك، بتمنى لك ليله سعيده وتصبحي على خير. شكرا جزيلا. انا معايا تليفون تاني، هقول الو مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا وسهلا. مين؟ اهلا يا نور. اهلا وسهلا. في حال الأخبار؟ الحمد لله. أهلا وسهلا. بقالك كتير يا نور ما كلمتنيش. والله ضغوط الحياة زي ما تقولي. أيوة ضغوط الحياة. كنتي شاركتينا في الخصوصية ما بين الأزواج، أنا فاكرة كويس قوي، ما بنسيش أنا الناس اللي بتكلمني. صحيح ذاكرتي كتير منيحة. جوج بيحسدني على الكلام ده وبيخبط على الخشب. طيب احنا النهارده يا نور حاجة ممتاز حياتي. ثانك يو. بنتكلم عن الجواز. ايه رأيك؟ شايفة الموضوع ازاي؟ هل هو مشروع ولا زي ما قلنا في الأول هل هو تجربة أو يعني شيء إنتاج رباني كده ننجحه ازاي؟ هو فاشل هو ناجح؟ ايه رأيك في الموضوع ده؟ والله لو اجينا للصراحة أنا برأيي الشخصي الزواج كمشروع هو مشروع اجتماعي ديني، يعني أكيد له غاية كتير سامية، لهيك الله خلقه. لو ما في له منه فايدة أو نتيجة ما كانش أصلا الله من الأول قال في زواج أو في إشي مثل هيك. بس برأيي الشخصي إنه إحنا كمجتمع مريض، إحنا اللي خليناه شيء فاشل نطلع له كمشروع فاشل، كمشروع بدنا نبتعد عنه، كمشروع يعني آخر إشي صرنا نفكر فيه. بتقول يا نور مجتمع مريض، إيه دور المجتمع في إنه هو يأثر على علاقة الجواز؟ إيه دور المجتمع في ده؟ كورس مجتمع مريض، لأنك أنت بتبلش الجواز من قبل ما تبلشوا ببلشوا بيقولوا مهر وعادات وتقاليد وقد ايه بدك تدفع ذهب وقد ايه بدك تدفع مقدم ومؤخر وعفش. هذا بحد ذاته مرض. انت مش قاعد بتاخذ سلعه، انت بتاخذ ايوه هو ده سند لإلك، وهو بياخذ سند برضه سند بس لا بالضبط. انت بتاخذ سند وهي بتاخذ سند، بس احنا لما اوريدي بنبدا المشروع من اوله
بمهر وشبكه، وفي ناس كثير ما بيتفقوا على مهر، في ناس كثير ما بيتفقوا على شبكه، بيفضوا المشروع وكانه مشروع بنتفق على المبلغ، بنتفق ما بنتفق بخلص، بينسوا انه هذا إشي ديني، هذا إشي ليكمل للعالم اللي احنا عايشين فيه يستمر. يعني انت شايفه يا نور انه طلبات الاهل، الحاجات اللي هم بيطلبوها في اول الجواز دي بتبقى عامل اساسي في انه ان الجواز يفشل؟ يعني مش يعني فينا نقول عامل اساسي ليخلينا نطلع عليه كانه مشروع فاشل. يعني انا مثلا عندي بنتي لما تيجي تتجوز كل هاي الاشياء انا مش رح اطلبها، انا ما ببيع بنتي، انا بجوز بنتي. فاللي رح ياخذ بنتي ويحطها فوق راسه ويحترمها ويكون مسؤول عنها وهي مسؤولة عنه، يساندها في صراحة، في اونست في الموضوع، أهلا وسهلا. بس قد ايه بده يدفع وقد ايه بده يحط، هذا آخر شيء. ايه كمان يا نور ممكن غير يعني دي حاجة ليها زي احنا ما قلنا ليها علاقة بالمجتمع ككل، بس ايه اللي ما بين الاشخاص الافراد نفسهم، انا زوجي، المنظومة الصغيرة دي ايه اللي ممكن يخليها فاشلة او ناجحة؟ في كثير اشياء كزوجين، يعني ممكن للشيء انه اوكي اتفقوا وتجوزوا وصار اللي صار، بس في ناس كثير بتطلق. من اكثر الاسباب يمكن اللي ممكن توصل للطلاق تحكم الزوج او تحكم الزوجه، لانه بفكر هو معتقد انه هو جوز شغاله خدامه بالبيت، وظيفتها انه هي تطبخ وتنظف وتغسل، وهي شايفه حالها انه لا، انا بني ادمه زيك ليه حقوقي وعندي واجباتي لازم انفذها، وليه حقوقي برضو. بس الزوج ما بتطلع على الواجبات كواجبات، بتطلعوا عليها هلا كأمر واقع، انت you have to do it. مش يعني انت لما بتطبخ عشان انت عايزه تطعمي البني ادم هذا، بس مش عايزه لانك انت مجبوره ومش مضطره، ولو انت ما طبختيش يبقى الحياه انقلبت ويبقى في مشاكل ويبقى انت مش ست بيت منيحه. هذا كله بيؤدي مشاكل والمشاكل للفشل الذريع. دي هتاخدنا للنقطه الاولانيه اللي انت قلتيها، ان ساعات المجتمع هو اللي بيكون ليه عامل، لانه زي ما قلنا مع ريموندا لما كانت معانا على التليفون من شويه، ان المجتمع بيكون ليه يد كبيره جدا، لان احنا بنربي غلط، بنربي انه هذا الطفل الولد بالضبط كده الرجال بالضبط يعني كده. من اكثر الاشياء اللي ممكن تشوفيها باي بيت عربي انه الاخو مثلا، بلاش نحكي الاخو بيكون قاعد وعامل في السيد، وانت يا اختي قومي اعملي لي كوبايه شاي، انت يا اختي قومي اعملي لي كوبايه قهوه. اوكي ما في مشاكل ان هي تعمل لك، بس الاسلوب، الطريقه اللي انت المفروض تحكي فيها ديفرنت. فلما ما في حدا بيقول له لا انت يعني فيك تقوم وتساوي مع حالك، هو اوريدي اتعلم انه كل شيء بيجي لعندي، فبالتالي بس بتجوز بصير متوقع انه كل شيء لازم يجي لعنده. صحيح. وهو عنده شغاله بالبيت، مش ست مفروض انه هو يعطيها قيمتها، بطل في قيمه للست. صحيح، يعني زيها زي الشغاله. صحيح. ما فيش اي فرق بينها يعني هي والشغاله واحد، الفرق الوحيد انه الشغاله بتاخذ فلوس قبل. ايوه دي بتشتغل ببلاش. بتشتغل ببلاش 24 hours شغاله ببلاش. نور انا بشكرك جدا على تليفونك، انا بشكرك شكرا جزيلا، وليلتك سعيده، وشاركيني دايما وقولي لاصحابك على يلا مزيكا كعب عالي. اشكرك. انا معايا تليفون تاني، هقول الو. مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ اهلا وسهلا يا فندم، مين معايا؟ مروه. اهلا يا مروه، اهلا وسهلا بيكي. اول مره تكلميني يا مروه؟ اي اول مره اكلمك. اهلا وسهلا. بس مش اول مره اسمعك بصراحه، دايما اسمع البرنامج ومهتمه بيه، حتى لو عندي مثلا مذاكره لاولادي ولا حاجه اذاكر لهم بدري عشان اقدر استمع للحلقه. والله اشكرك شكرا جزيلا على اهتمامك. بتكلميني منين يا مروه؟ انا من اريزونا. ده حاجه جميله جدا، دي حاجه مبهجه. اخبار البرد عندكم ايه صحيح؟ والله الجو جميل ما شاء الله، يعني أنا فترة مثلا من الساعة 9 لحد مثلا العصر جو جميل مشمس حلو ودافي، بس بعدين بقى بيبتدي البرد بقى بالليل، بس مش برضو نفس شيكاغو مثلا، مش نفس ربنا يكون معاهم مش نفس فالحمد لله يعني الحمد لله الجو حلو. طب ده يا رب دايما. قولي لي بقى ايه اخبار الجواز معاكي؟ هل شايفه ان هو مشروع فاشل بالعكس يعني حاجه ناجحه جدا؟ بتشوفي الموضوع ده ازاي؟ بصي انا من وجهة نظري دايما بقول ان مشروع الجواز ده هو مشروع شركة،
بتيجي عليا مرحلة من العمر كل شخص بيفكر إنه يعمل مشروع، سواء بصرف النظر مشروع هعمله بإنكام كبير، أو أنا هبتدي المشروع كبير بمبلغ كبير صغير، ولا ما ابتدي صغير على قدي. فده الكبير أو الصغير بقصد بيه إني مثلا لو أنا مبلغ كبير فأنا هختار اللي على قدي. يعني مثلا أنا إمكانياتي 1 2 3، ما أروح أدور على اللي هي بتطلب طلبات كتيرة كذا وكذا وكذا وكذا، لأن في عائلات بتطلب طلبات بتغالي في الطلبات، بتغالي خلاص. يبقى أنا أمس زي ما بنقول كده بالبلدي مد رجليك على قد لحافك. لكن معايا مبلغ كبير وقادر وعندي إمكانياتي، ليه لا أعمل مشروع كبير. طيب خليني أسألك في حاجة تانية يا مروة. ما هو وارد جدا يكون أنا قلبي ارتبط بطريقة أو بأخرى بالبنت كرجل، يعني بالبنت اللي أهلها طالبين طلبات كتيرة، ومد لحافك على قد رجليك. أعتقد أنه ممكن قد أخذ واحدة بسيطة الحال أو تتناسب إمكانياتها، على اعتبار أن الجواز هو أهم حاجة فيه أن الناس تبقى شبه بعض، بس مش حاسس ناحيتها بمشاعر أو مش حاسس ناحيتها بود وألفة. يتصرف إزاي الرجل في حاجة زي كده؟ ما هي انت قلتي يعني هي متطلباتها كتير وهو مثلا حابب. ما هي اللي متطلباتها كتير دي هتفضل طول عمرها متطلباتها كتير، مهما عملت، مهما سويت ليها، مهما اشتغلت، ومهما عملت دخل او مهما كان دخلك مش هيكون كفايه بالنسبه لها. هي اوريدي سابقاك، هي اوريدي في مكانه معينه، فمهما تدي 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 مش هيكون كفايه بالنسبه لها. ومن هنا بتصبح او بتبتدي المشاكل. problem start from here. تبتدي مثلا انت مش مكفيني، انت مش بتصرف، انت مع انه ممكن هو يكون بيعمل كل اللي يقدر عليه. بالظبط. بس هي خلاص هي اوريدي يعني لان هي سابقاه فمش هينفع. ولكن الشركه اللي انا بتكلم عليها ديت، انا النهارده الشركه محتاجه بارتنرز، بيكون انا والطرف الاخر احنا شركاء مع بعضينا. لازم افهم كويس انا هدير الشركه دي ازاي، لازم افهم كويس ان انا مش هينفع الطرف الاخر او طرف واحد هيدير الشركه لوحده، لا لازم احنا الاثنين مع بعضينا. لو انا اتكلت على الطرف الاخر تاكد 100% ان الطرف الاخر في يوم من الايام مش هيتحمل، هيجي في لحظه والشركه كلها هتقع بالتاكيد. مش هيقدر هو لوحده يشتغل ليل نهار ويسهر ويعمل ويسوي، وانت قاعد مثلا في البيت ما بتشتغلش، او انت قاعد في البيت متكل خلاص في واحد بيدير الشركه ومش مشكله. ما ينفعش، لازم التعاون، لازم التفاهم، لازم الرعايه. ما ينفعش حتى اسيب شركتي كده مبهدله ولا لازم. لو انا استمريت على هذا المنوال او هذا المثال، تأكد 100% الشركة الكبيرة ديت الجميلة الحلوة اللي أنا بديها اهتمام، اللي أنا كل يوم بروح في معادي، بروح أحضر الميتينجز، بروح أعمل كل اللي عليا وبهتم، لازم هينتج منها شركات صغنونة، وهعمل فروع تانية اللي هم بالأولاد. أنا بشبه أكيد أنا فاهمة. أسوياء متزنين عشان في علاقة ناجحة ما بين الأب والأم. يعني أنت شايفة ممكن طرف من الأطراف يقول لك لا خلاص في واحد بيدير الشركه، انا هروح اشتغل في الشركه الثانيه. ايوه عارفاهم النوعيه دي، اللي هو يبص حاجه ثانيه. عارفاهم النوعيه دي. هي انا بالنسبه لي شركه، وانا بكلمك من تجربه. انا الشركه كنت داخله فيها ولقيت نفسي بعمل كل حاجه، كل شيء. انت المسؤوله قلبا وقالبا وكل طب عملتي فشلت، الشركه فشلت. وده احد الاسباب من الشركه. انا مش هتكلم في المجتمع، انا مش هتكلم في الناس اللي حوالينا، انا مش هتكلم في ناحيه الاهل، انا هتكلم اساس الشركه. لو هو صح تاكدي مليون الشركه، حتى لو عوائق، حتى لو الرياح فضل يضرب في يعني هيد ذا كومباني او هيد البيت او البيلدينج، مهما كان عاصفات وعواصف مش هتقع. ممكن تتاثر ولكن هتقوم مره ثانيه، لان طول ما احنا يعني خلاص قلبين على بعض، خايفين على بعض، بنحارب ايدينا في ايدين بعض واحنا ماشيين وبنواجه العواصف زي ما قلتي، العلاقة هتكون ناجحة وقوية ونوصل لبر الأمان. مروة بشكرك شكرا جزيلا على تليفونك. أنا اللي بشكرك كتير جدا، ويا رب يسعد الناس كلها يا رب. وأتمنى كل البيوت تكون بالخير وبالصحة وبالعافية يا رب. شكرا جزيلا وتابعيني دايما، وميرسي جدا وليلتك سعيدة. ميرسي يا مروة، شكرا جزيلا، تصبحي على خير.
هنطلع فاصل يا جماعة، هنسمع جو أشقر في أغنيته الجديدة ونرجع لكم تاني. أرقام تليفوناتنا 234-322-020 707 400-0180 وتابعونا على الفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك وشاركوني بكومنتاتكم وآرائكم. يعني على طول ورجعنا لكم واحنا في البريك دلوقتي. للناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا لاول مره، احنا كده في الباك ستيج. نزلوا الابلكيشن بتاعنا، هو موجود على جوجل بلاي وعلى ابل ستور. اعملوا داونلود للاب عشان تسمعوا المزيكا بتاعتنا. وبنتكلم عن هل الجواز مشروع فاشل ولا هل هو حاجة ناجحة بكل المقاييس. بتختلف الموضوع على حسب التجربة، على حسب كل إنسان شايف الموضوع إزاي. بس خلينا نشوف الناس آرائها إيه. سما بتقول لا هو أصلا مش مشروع، هو الحياة، بس إحنا اللي فاهمينه غلط. كل طرف متخيل ان سر سعادته مع الطرف التاني، ولما مش بيلاقي ده بتحصل حالة احباط وبتبتدي المشاكل. لكن لو الطرفين متقبلين فكرة انه هيكون في اختلافات من الاول، هيقدروا يحلوا مشاكلهم ويكملوا الحياة. ده كلام منطقي جدا طبعا، صح تماما يا سما. سر الجواز الناجح، ودي بيقول سر الجواز الناجح هو المحافظة على الصلاة، وخصوصا لما بيكون الزوجين بيصحوا لصلاة الفجر حاضر، فده بتدي بركة رهيبة. ودي نصيحة خالصة لوجه الله. طالما في إطار علاقة الجواز انت بتحافظ على علاقتك بربنا، وبتكون دافع ان اللي قدامك يقرب من ربنا بطريقة او باخرى، ده بيساعد كتير فعلا في ان الجواز تبقى حاجة كده، حاجة جميلة يعني. 35 محمد بيقول لي يا رب يا استاذه ريحات تتكلمي عن الحمله الفاشله، خليها تعدس. انا ما بحبش اللفظ ده. انا كتبت يعني اول حاجه انا عملتها، اول كتاب انا عملته كان بيتكلم على حاجات كده، تاخر سن الجواز ونظره المجتمع للبنت اللي ما بتتجوز. و يعني الواحد بيتعفف والله عن الكلام في الموضوع ده، لانه في تدني كده، في تدني مجتمعي في الموضوع ده. فانا هنطلع نكمل ونرجع لكم تاني. يلا بينا. ها Danny McKenna European Auto Center. I bet my BMW, Porsche, and Audi managers that we could sell a lot more cars by lowering the prices on every vehicle in inventory. It seems like a no-brainer. I can't understand why anyone would take that bet. McKenna European Auto Center, 605 in Firestone in Norwalk. ليش وكيف برنامج رح يحكي عن المشاكل يلي بتواجهوها بحياتكم اليومية. رح نقدم المساعدة والنصيحة والتوعية. بحلقات معينة رح نكون أنا وإنتو لندردش ونحكي ونساعد بعض لنلاقي حلول وأفكار جديدة. وبحلقات تانية رح يكون معي أخصائيين ليشاركونا بخبراتهم. برنامج ليش وكيف مع ميامي عبد العال كل يوم اثنين الساعة 7:30 مساء بتوقيت كاليفورنيا، الساعة 10:30 بتوقيت نيويورك، على إذاعة يلا مزيكا 101.5 FM. انت فعلا بتفكرني بنجوم FM في مصر. لا يلا مزيكا، لا صراحة يعني أنا كثير عم بتفاجئ فيها. صدقني دلوقتي بقت يلا مزيكا مش نجوم FM. يلا مزيكا راديو. Online, on air, the best of music from the Arabic world. Let's music. This is Yalla Mazika FM. ورجعنا لكم وكعب عالي على يلا مزيكا FM، وانا معاكم رحاب ابو العلا. وموضوعنا النهارده عن رايكم في الجواز، وهل يا ترى هو مشروع ناجح ولا لا. طبعا جالنا تليفونات كتير وفي كومنتات كتير على البيج بتاعتنا. كان معايا تعليق حلو جدا بتقول سما لأن هو أصلا هي شايف الموضوع هو أصلا مش مشروع، هو أساس الحياة، بس إحنا اللي فاهمينه غلط. كل طرف متخيل إن سر سعادته مع الطرف التاني، ولما مش بيلاقي ده بتحصل حالة إحباط.
وبتبتدي المشاكل. لكن لو الطرفين متقبلين فكرة انه هيكون في خلافات من الاول، هيقدروا يحلوا مشاكلهم ويكملوا الحياة. كان معايا بودي بيقول انه علاقة الواحد بربنا بتساعد كتير قوي على نجاح الجواز، وخصوصا لما بيكون الزوجين بيصحوا لصلاة الفجر مع بعض، ده بيدي بركة رهيبة، ودي نصيحة خالصة لوجه الله. ده رأي بودي، شايف ان علاقة البني آدم وان هو يكون قريب من ربنا ده بيساعد كتير جدا على النجاح. كان في حد، كان محمد بيقول لي عايزك تتكلمي عن حملة خليها تعنس. دي حاجة كده موجودة اليومين دول في مصر، وأنا زي ما قلت إنه شايفين إنه في مغالاة في المهور في مصر، فالناس عملت الحملة خليها تعنس، ودي حاجة أنا مش عجباني اللفظ ذاته في حد ذاته. بحس ان هو اهانة، بس هو بيطلق على الاثنين، الرجل ده في رأيي، الرجل والست. بس دي حاجة مش يعني، احنا مجتمع شاطر جدا في اطلاق الالقاب بدون مراعاة لمشاعر البني ادمين. اكتر ناس بتعرف تكسر المقاديف، واكتر ناس بتعرف تجرح بالالقاب، دي عانس، دي مطلقة، دي ارملة، ده حاجات كتير من هذا القبيل. قد ايه مجتمعية، بس المفروض ان احنا يبقى عندنا وعي بما فيه الكفاية، خصوصا انه معظم الناس اللي بتتابعنا دلوقتي على صفحتنا او بتسمعنا هم عايشين هنا في امريكا، وفي ناس كتير قوي مثقفة وعندها الوعي الكامل في بلادنا العربية، فيقدروا يحدوا من ان احنا نستهين بقدرات البشر اللي حوالينا، ونستهين بالبني ادمين سواء كانوا سيدات او رجال، ونبطل اطلاق الالقاب والاحكام اللي بتكسر البني ادمين وبتحد من طاقتهم واستعدادهم ورغبتهم للحياه. يعني احنا بنكبس الناس كده، بحس ان هم بيعملوا لنا حاله كبسه بالالفاظ اللي هم بيقولوها دي. كان برضو معانا تعليق حلو جدا. نجلاء كانت بتقول اولا هو سنه كونيه، ثانيا هو زي اي حاجه في الدنيا، في حاجات ممكن تكون فيها حلوه وفيها وحشه. رجوعا للكلام اللي كانت بتقوله سما، انه الواحد بيكون حاطط كل اماله وطموحاته على الشخص اللي قدامه، فده ساعات بيؤدي الى الجواز. ليه بقى؟ لان اول الجواز بتكون مرحلة خطيرة جدا، لأنه بيكون الواحد فيها شبه أعمى كده، داخل يستكشف، ومن فرط نشوة السعادة وإن الجواز والهيصة بتاعته ما بيبقاش عارف يميز في انبهار جسدي وفي انبهار مادي، خصوصا للناس اللي ما كانش ليها علاقات قبل الجواز. فده بيدخل بكمية مشاعر فياضة عنده. ده غير كمان إن احنا عندنا مخزون في عقلنا الباطن عن شكل العلاقة ما بين الرجل والمرأة، جاي من الأفلام الرومانسية والروايات والأدب والشعر والكلام الحلو ده كله، اللي بيخلي دايما الأحلام مرتبطة بست الحسن والجمال والشاطر حسن. فتيجي تلاقي الموضوع بتصطدم على أرض الواقع ان الموضوع مش كده. لا، دي زي ما قلنا مع ريموندا ونور ومروة اللي كلموني على التليفون، انه دي مسؤولية ومسؤولية كبيرة، والواحد لازم يبقى عارف حدوده فين وواقف فين. فكل واحد فينا واحنا بنتكلم عن الجواز اللي هو طبعا ثوابت معينة جواه وأساسيات معينة، صعب جدا في بعض الأحيان ان انت تغيرها، بس عشان نطور الموضوع ده ونوصل بالعلاقة دي لبار الأمان لازم الثوابت دي لو هي مش صح أغيرها. لازم نشتغل مع بعض زي ما قالت مروة، ان هو احنا شركة، فريق عمل واحد، شغالين على مشروع عمرنا، جوازنا اللي لازم نحط كل طاقتنا فيه وكل رغبتنا في الحياة ان احنا ننجحه. زي ما بنعافر كده مع التيم بتاع الشغل، التيم وورك بتاعنا اللي احنا شغالين فيه. يعني مثلا احنا بنتخانق مع الناس، يعني انا وجورج مثلا بنتخانق طول النهار، هنعمل ايه مش هنعمل ايه، وبنعافر كده ان احنا ننجح يلا مزيكا. فهل لا احنا عايزينها، مش عايزينها عالمية. انا عايزاها عالمية يا جورج، عشان كده احنا بنتخانق. احنا معانا تليفون، هقول الو.
الو ازيك يا رحاب؟ اهلا وسهلا، ازيك يا سهى؟ اين انت يا فتاه؟ والله هو انا تحت النصر. انت شكلك دي انت سايقه، انت في مكان انا في مكان مفتوح. انا اصلا مسافره مش في كولورادو، بس يعني قلت مش ممكن تعدي الحلقه الشيقه دي من غير ما اشارك. يعني هو انت رايحه فين يا سهى؟ يعني رايحه فين؟ سايبه البلد ورايحه فين؟ بتمنى ليكي رحله سعيده. عشان شغل. طب انت المفروض تطلعي معانا يا سهى. ايه الخيانه دي؟ والله انا جايه الشغل، انا جيت النهارده الصبح. الحمد لله على السلامه. وعندي شغل النهار، الله يسلمك، النهارده وبكره وبعده، وراجع يوم الاحد. يعني هو صد رده كده زي ما بيقولوا. بالتوفيق ان شاء الله في اللي انت بتعمليه. قولي لي يا سهى. ايوه انا معاكي. انت شايفه الموضوع ازاي؟ بصي، هو الجواز مشروع فاشل لو اخترت الشخص الغلط، مشروع ناجح لو اخترت الشخص الصح. هو بيعتمد على الطرف، مش بس على الطرف الثاني، عشان برضو ما يبقاش يعني احنا متحيزين. الجواز طرفين، يا اما الاثنين عايزين يعيشوا فبيبقى مشروع ناجح، يا اما الاثنين قاعدين لبعض على الواحده بيبقى مشروع فاشل. والمفروض ان كل واحد يعرف ما حدش بيغير حد توتالي. لا، ما حدش بيتغير تماما. صحيح. انت بتتغيري طواعيه، انت اللي عايزه تتغيري عشان عايزه تعيشي او عايزه اتطور في حاجه معينه. عندي عيب في شخصيتي مثلا، فعايزه اطوره، عايزه ابقى افضل، عايزه ابقى احسن. بالظبط. فهو ما نقدرش نقول في العموم ان هو مشروع فاشل او مشروع ناجح، بدليل ان في ناس بتتجوز وبتطلق فبيبقى مشروع فاشل، وبعدين بتتجوز تاني وبتنجح فبيبقى مشروع ناجح. فهو ملوش قاعده. بس انت دلوقتي يا سهى قلتي ان ده بيتوقف على الاختيار، بس ازاي اختار الشخص المناسب من وجهة نظرك؟ بصي، هو ما فيش برضه يعني ما فيش قاعده عامه بالظبط، لان اللي بتشوفيه فتره الخطوبه غير الشخص اللي غير الحقيقه عليه باب واحد. ونفس الحكايه ليكي انت برضه. انت احنا بنتكلم دلوقتي على الطرفين بحياديه، يعني حياديه تامه. كل انسان بيحاول يبين افضل ما عنده، احلى ما عنده. وبعدين في مواقف طبيعي ما بتتعرضي لهاش غير انتوا كزوجين، يعني ما بتتعرضوا لهاش وانتوا اصحاب او انتوا مخطوبين مثلا. لا، المواقف الحياتيه بتختلف تماما بتطور العلاقه من صحاب لمخطوبين لازواج، ودرجه الديفيكولتي بتاعت المشاكل بتتزايد لما العلاقه بتاخد توثيق اكتر. فدي بقى هنا بتعتمد انت، والله ده حظ. انت بتشوفي الحاجات العامه، يعني في حاجات بتبان، مثلا انسان عصبي ده بيبان، انسان بخيل بيبان، ده بيبان. البيئه بتبان، مهمه جدا. التقارب الفكري بتبان. فكره ان انا وهو بنحب بعض وعيش العصفوره يقضينا، ده كلام اغاني. طب انت شايفه، هسالك سؤال ده هياخدنا لحاجه يا سهى، هل انت شايفه ان الجواز من اهم قد يكون سبب لنجاحه ان العلاقات العائليه تبقى علاقات كويسه مثلا، او انه يكون في توافق ما بين الاسرتين؟ لان زي انت ما قلتي دلوقتي، رجوعا للكلام اللي انت قلتيه، هل ده بيؤدي الى النجاح؟ ايوه. حكايه احنا ما فيش حد بيقول لك انا بتجوز واحد، لا، انت انا بتجوز واحد، انت بتتجوز عيله وهي بتتجوز عيله. مش بالضروره ان علاقتك بالعيله تبقى علاقه متداخله تماما، لا خالص، بس على الاقل ان في مثلا في ود، يبقى في ود. اما نقابل بعض هنقابل بعض ونتكلم كويس. مستوى النقاش بينا او مستوى الكلام بتاعنا واحد. لان اما بتختلف البيئات بتبقى حتى طريقه الكلام مختلفه. بكل تاكيد، بكل تاكيد. فما بنفهمش بعض، يعني ممكن اللي انا اعتبره هزار اللي قدامي يعتبره قله ادب مثلا انا بدي مثلا. ايوه يعني. انا والعكس بالعكس، او مثلا التدين عند ده بيعتبره الثاني تشدد، مع ان هو ممكن يكون تدين عادي جدا، بس الطرف الثاني عشان مش واخد عليه فبيعتبره تشدد. فعشان كده بقول التقارب حلو، والتقارب بين العيلتين حلو، لان في مشاكل كتيره قوي بتنشا من العلاقات البايظه ومن العائلات وتدخلهم. يعني مثلا واحده تقول لا دي مرات ابني مثلا بتبص لي بالدرجه كذا، يعني هي معتبراني ايه، هو انا مش مثلا مش من مستواهم.
ده بيبقى نزنزنا بالظبط، انه ما فيش توافق فعلا اسري. ده قد يكون فعلا سبب من اهم الاسباب اللي بتؤدي الى فشل الجواز او اعتباره مشروع فاشل وبتؤدي للنهايه الى انفصال. سهى انا بشكرك جدا، مش عايز اطول عليكي علشان انتي في الشارع ومشغوله. بشكرك على تليفونك ويا رب اجازه سعيده ان شاء الله. شكرا جزيلا. ميرسي يا سهى، تصبحي على خير. اشكرك. طبعا هنطلع فاصل. أرقام تليفوناتنا 234-32-020-707-400-180 وهنسمع هيفاء وهبي. ألو، أهلا وسهلا، مين معايا؟ أهلا رواء، ازيك؟ عاملة ايه؟ كله تمام، مية مية. طيب رواء ادخلك على الهوا بعد بالظبط 2:30 ممكن؟ اشكرك جدا. انتي تمام؟ اخبار الساعة معاكي ايه والمطر والحاجات؟ احنا مسموحين ولا ايه؟ طب كويس، اتفضل. كلمونا يعني طب الموضوع تمام اوكي، في ماشي، ناس خليكي معايا. طب حلو والله، حلو. احنا الشمس هتغيب عندنا 3-4 ايام. مين بيقول سر الجواز الناجح؟ طبعا فيكم عادي بقى، عادي بقى. المشكله ان الجواز تمام. طيب انجوي شويه بالاغنيه لغايه قدامنا بقى 2 minutes. ان الجواز وهدخلك على الهوا وبتكون علاقه مشتركه بين اتنين بيكملوا بعض، واذا ما كانت هيك بلاها اصلا. انا متفقه تماما معاكي يا رواء. رجعت نجلة بتقول من عوامل نجاح الزواج الاحترام المتبادل ما بين الزوجين، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. دينا بتقول التفاهم والاحترام والحب أهم عوامل الزواج. ده حقيقي. أي مشروع ممكن يفشل وممكن المشروع نجاحه أو فشل وفقا لنجاح الإدارة وفشلها. وده يمين اللي قالته التليفونات كلها قالوه، يعني انه قد ايه انا بتعامل مع الطرف اللي قدامي، وقد ايه في تفاهم، في توافق، في احترام بكل تأكيد. دينا بتقول لازم نربي ولادنا على ان الجواز دي حياة مشتركة ما بين طرفين مكملين لبعض وخدام لبعض وهدفهم واحد. المفروض ان احنا نربي ولادنا ان الاتنين زي بعض، الولد زي البنت، ان الاتنين يحترموا بعض، ان الاتنين يقدروا بعض، ان دي اختك حافظ عليها، ان دي مامتك لما بتتعب وقف جنبها وساعدها. الولد اللي متربي كده بيطلع فاهم قيمة الست، فبيعرف يتعامل معاها وبيعرف يحتويها، فما بيبقاش عنده مشاكل كتير قوي زي الولد المدلل اللي ما كانش بيعمل حاجة او انه ما شافش 40 ثانية الاحترام المتبادل ده من عيلته لسيدات العائلة. يعني نجلاء كاتبة كومنت طويل عريض هقوله على الهوا لما اخد تليفون رواء. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, life. When you want great music, it's Yala Mazika Radio. استنوني كل 3 الساعة 7 المساء ببرنامجكم قلبي دليلي مع نور بيطار. أنا أول مرة أعمل مداخلة كده زي ما كنا فعلا بنبقى راكبين العربية في مصر. أيوة. ونسمع خفة الدم. Yala Mazika Radio.
Yala Mazika Radio. We don't do boring here. Just great time. Good music. ورجعنا لكم مكعب عالي على يلا مزيكا اف ام، وانا رحاب ابو العلا، وموضوعنا عن رايكم في الجواز، هل هو مشروع فاشل ولا لا؟ وكان معايا التليفون رواء. مساء الخير. مساء الورد. اهلا 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 وسهلا. يعني منورة ما شاء الله دائما، مواضيعك كتير حلوة كتير. ميرسي يا رواء. للأسف مش كلها بحضرها بس لايف، بس بحضرها برجع يعني إلا ما أحضرها بعد ما تخلصوا أحيانا. أشكرك شكرا جزيلا. إحنا أول مرة نتكلمنا أنا أول مرة بحكي معك. شفتي؟ أيوة. بس يمكن أول مرة بحكي معك. أيوة أول مرة تكلميني. بحكي مع البرنامج، أنت ما عمري لحقتك لايف، بس بسمع برامج. يشرفني يشرفني. حلوة. أشكرك شكرا جزيلا. إيه رأيك يا رواء في اللي إحنا بنقوله؟ كتير كلامكم حلو، كله كلام صحيح، كل اللي قالوا ما آرائهم كلام صحيح، وكلامك كتير حلو كله صحيح. ويعني بذكرني دائما بالمثل اللي بيقول إنه الزواج هو صرح لابد أن يعاد بناؤه كل يوم. يعني هذا الزواج الناجح. يعني إذا ما كنا كل يوم قدرنا نتشارك، وعلى فكرة أنا ما بعتبر فيه زواج فاشل. في أحيانا كمان أنا أحيانا بحس إنه الزواج حتى لو نتج على الطلاق أو شيء أو انفصال بين اثنين، بس أحيانا بتحسي إنه هالشيء بتتعلمي منه أشياء، وما بيكون بالتأكيد ظروف صعبة. يعني ممكن أحيانا الظروف صارت ما واتت لبعضها، ولما قالت قبل شوية اللي اتصلت قالت ما بعرف سوري نسيت اسمها، يعني مش قادرة أقول مدام أو آنسة، بس لما قالت إنه أنت بتتزوجي عيلة، فعلا هي هذا مضبوط. أنت مش بس تتزوجي هالشاب، المفروض يكون في ارتباط ببعض الشيء. لكن المشكلة عندنا إحنا العرب عاداتنا إنه لما الشاب بيتزوج وحدة بيجبرها إنه تتعامل مع أهله، هي بتجبره بطريقتها، هي ماما قالت وهو ماما قالت ماما أختي. فلو بيتفاهموا اثنين إنه إحنا نحترم عائلاتنا، إحنا نحترم ونحترم الموجودين بحياتنا، بس في خصوصية يدخلوا بحياتنا بالضبط، في خصوصية. ما هذا المشكلة هذا المشكلة إنه إحنا العرب مش عم نفهم، عم نفكر إنه رضا الوالدين إنه أنا زعل مرتي، أو إنه أنا لو رضيت مرتي بزعل أمي. لا، في ذكاء اجتماعي. بيفشل الموضوع إذا ما كان في ذكاء اجتماعي. هو ما بيفشل لأنه أنت فشلت بالزواج بشكل عام، ممكن تكونوا تحبوا بعض، ممكن تكونوا كثير بتحبوا بعض، بس ما عرفتوا كيف تتعاملوا. إنه الناس مش قادرة تفرق ما بين طبيعة العلاقة ما بين الأم والأخت والزوجة أو الأخ والأب. للأسف. كل دي علاقات منفصلة. للأسف. يعني هي بتشترك في شخص واحد، بس هي علاقات منفصلة، ما فيش علاقة شبه بعض. زي مثلا أجي أقول لابني أنت بتحب مراتك أكتر مني، ما فيش حاجة اسمها كده. دي علاقة مختلفة تماما عن علاقتي بزوجتي أو علاقتي بزوجي. شكل العلاقة مختلف. إحنا زي أنتي ما قلتي فعلا ما عندناش القدرة على التمييز ده، دي مش موجودة عندنا، ده حقيقي. والتهذيب، يعني هي أنا لما بحسب ابني من هو صغير بعلمه إنه احترامي أنا واجب، واحترام مما كان أنت تتعامل معه واجب عليك. أنت المفروض تكون ذكي، تعرف توفق ما بيني وبين ما كان. مثلا أنا انفصلت عن أبو ولادي، فدايما بعلمه بقول له أبوك احترامه واجب عليك مهما كانت علاقتي أنا فيه. هذا أنت بتحترمه مش عشان مثلا حدا تاني، بس عشانه هو يتعلم بس يكبر إنه لما يحترمني ويحترم رأيي ويحترم رأي مرته مثلا بالمستقبل، إنه هذا البني آدم مهذب وذكي اجتماعيا. هو الذكاء الاجتماعي يعني كثير مهم، إنه البني آدم يدرب نفسه إن أنا أكون مهذب، أحترم كل الأطراف وأحب مرتي ونتفاهم على الموضوع عشان نقدر إحنا نبني طوب الطوب، وكل يوم نعيد. صحيح. إلا ما نخطأ وإلا ما يكون يصير بيننا مواقف. بس إنه حلو إنه واحد يقدر الشراكة والتفاهم. وإذا ما كان موجود هذا الشيء قبل الزواج، ويقول لك أنا بس نصيحة بحب أوجهها من برنامجكم، اللي بيقول لك أنا بكرة بغيرها، ما حدش بيتغير بعد الزواج. أو واحدة تقول أنا بغيره بعد الزواج، no way it's not gonna happen. صحيح. but what's gonna happen إن تقول أنا بكرة بقدر أتعامل معها بأسلوبها، وأنت تقولي أنا بقدر أتعامل معها وأتنازل شوي بتنازل شوي. صحيح. إن أنا أتقبل العيوب في الطرف الآخر وأتكيف معاها، ده يمكن عامل من العوامل الأساسية لنجاح الجواز. رواء أنا بشكرك جدا 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 على مشاركتك معايا النهاردة أول مرة. شكرا جزيلا، وليلتك سعيدة وتصبحي على خير، وشاركيني دايما كل حلقة. أشكرك سعيدة. وبشكر جورج، وبرنامجكم دائما بحبه، دائما بحضره على الراديو بالسيارة، وحتى انت برامجك كتير بتابعها يعني اونلاين، يعني بتكون اوفلاين، بس بحب برامجك كتير حلوة.
فيعني شكرا جزيلا، وبتمنى لكم ليله سعيده. اشكرك، ليلتك سعيده، مع الف سلامه. مع السلامه. معايا تليفون تاني. نجلاء، مساء الخير. الو، مساء النور، ازيك يا ست البنتة؟ اهلا 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 وسهلا. ايه اللقب الجميل ده؟ ايه اللقب الجميل ده؟ يا ست البنتة، ايه رايك في ست البنتة؟ ده حاجه جميله يعني جدا. حاجه جميله ست البنتة. اشكرك شكرا جزيلا، دي حاجه جميله جدا. اشكرك يا نجلة، والله حاجه. شوفي الناس المبهجه كده اللي بتدخل السعاده على القلب وتقول كلام حلو، مش الحملات اللي عاملينها يقولوا لك خليها تعنس وخليها تعمل، تقول لك ست البنتة. ايه الكلام الحلو ده؟ قولي لي ايه رايك؟ انا شايفه ان انت كاتبه كذا كومنت على البيج بتاعتنا. كاتبه كومنت طويل عريض. ايوه قولي لي بقى. فقلت ادخل اقوله كده مره. ايوه قولي لي. بصي، انا هحكي لك عن تجربتي. انا يعني الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله كمان يوم هتم يعني انا وجوزي 22 سنه متجوزين. ما شاء الله تشوف. غير ان انا مثلا من يعني اعرفه من قبل ما نتجوز ب5 سنين او حاجه. الله، ما شاء الله. الله الحمد لله. انا اعرف جوزي من الجامعه. اعرف جوزي من الجامعه، والحمد لله رب العالمين. يعني انا بحس ان انا محظوظه لاني قابلت جوزي. كل حاجه فيها الحلو والوحش. انا بحس هو جورج بيقولك بس انا اكسب، لانه جورج علاقه جوازه ممتده من ايام اعدادي، فيعني لا من ثانوي. ما شاء الله. قال لك ثانوي. انا يعني ان هو علاقه الحب من زمان جدا. يا شابو لجورج، لانه انا عندي راي في الموضوع ده. لما بنعرف بعض واحنا صغيرين بنكبر سوا في السن وفي العقل. حقيقي. انا دايما يعني بختلف مع اصحابي، يقولوا مثلا البنات تستنى لما تتخرج وتشتغل وتعمل. عارفه، انا لو استنيت للمرحله ديت، يعني انا عن نفسي يعني بحس اني انا دماغي بتكبر. ممكن واحد لما اجي اقابله دماغه ما توافقش دماغي، لكن لما بنتشكل احنا الاثنين مع بعض زي جورج، يعني ما شاء الله حته ان هو يعرفها من اعدادي، وما شاء الله يعني يا رب دايما السعاده والحياه كلها. بس انا بحس انه هما الاثنين خلاص، انا ما عنديش التخيل ان انا اقدر اسيب الشخص ده بعيوبه بحلو. اللي بتتقبلي العيوب قبل ما بتتقبلي يعني بتعرفي تتكيفي مع العيوب. وزي ما قالت رواق معانا في التليفون، انه مش شرط ان انت تبقي داخله عشان تغيريه، انت داخله تتكيفي مع العيوب دي. بالظبط. يعني في حاجه، الاختلاف اللي ما بيحصل ما بين الراجل والست. مثلا انا وجوزي ساعات مثلا انا بحكي له على مشكله او انا متضايقه من حاجه، انا مش ببقى محتاجه جوزي يجي يحلل لي المشكله او يقول لي. انا ببقى عارفه كل الكلام اللي بيقوله وعارفه ان انا كنت غلطانه ولا صح. انا ببقى محتاجه حضن، محتاجه حد يطبطب عليا. احنا بنبقى متعودين في بيوت اهالينا انه لو الواحد اتعور ولا واحد بكى ولا حاجه حصلت، حد يجي يطبطب عليكي ويحنوا عليكي ويقول لك معلش هتبقي كويسه، مش عارفه ايه. احنا بنبقى محتاجين ده، والراجل نفس الحكايه، مش انا بس، الطرفين بيبقوا محتاجين ده. انا محتاجه حد يجي يحنوا عليا في لحظه، مش محتاجه حد يقول لي بصي انت اول حاجه عملتي الحاجه الفلانيه دي غلط. عشان كده بتحصل بعض المشاكل. بعض عايز انا بتكلم. اتفضلي. بيبقى في بعض الاوقات انا بتكلم من وجهه نظر وهو بيتكلم من وجهه نظر. لو كل القصه دي خلصت اني ايه معلش حقك عليا ويقوم حاضني، او معلش مثلا الامور هتتحل ويقوم حاضني، فاقوم انا كده calm down واعمل واشحن نفسي تاني بحاجه ايجابيه حصلت لي. هي دي والله صدقيني ساعات في بعض الاحيان بتبقى المشكله. انا لا هو عايز محلله اقتصاديه تحلل له الدنيا اللي هو فيها، ولا انا محتاجه محلل رياضي يجي يقول لي 1 2 3 مش عارف ايه. انا مش محتاجه ده ولا هو بالظبط. الود والاهتمام والرعايه والخوف من القلب على شريك حياتك هو ده اهم حاجه احنا ممكن نقدمها لبعض علشان مشروع جوازنا يكون ناجح. نجلة، انا بشكرك جدا 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 على مكالمتك، وان انت المسك يعني ايه ختام الحلقه مسك كده وعنبر ختموها مسك. بشكرك شكرا ربنا يكرمكم جزيلا، وبرنامجكم جميل كتير. شكرا ميرسي يا نجلة، شكرا جزيلا. تصبحي على خير وليلتك سعيده. مستمعي كعب عالي ويلا مزيكا، حلقتنا خلصت. بتمنى ان الموضوع يكون عجبكم، وبتمنى انه
دايما تفضلوا تشاركونا. بشكر كل الناس اللي كتبت لي كومنتات على البيج بتاعتنا، عمر وسنة وريموندا ونهال وداليا نهلة اللي انا ما قدرتش اقول الكومنتات بتاعتكم. بشكركم شكرا جزيلا ان انتوا كنتوا معانا وقلتوا الكومنتات دي. ليلتكم سعيده وتصبحوا على خير. استني بس قبل ما تقفلي، مش عايز تديني فرصه. اتفضل. انا عارف انت عايز تتكلم. مساء الخير، ازيكم يا سماعات يلا مزيكا، كل مستمعين ومشاهدين يلا مزيكا. معاكم جورج ممدوح في كعب عالي. اهلا وسهلا. ضيف لمده دقيقتين واحنا اصلا متاخرين. انا بس يعني اولا عايز اقول حاجتين. منبهر جدا بما شاء الله المشاركه النسائيه يعني في كعب عالي، وده طبيعي. فمش لاقي حد يقول مننا خالص اي حاجه في اي حاجه خالص، مش موجودين مش عارف ليه. فقلت ادخل اقول طيب بما ان احنا كده يعني انت سايب 60 دقيقه اعمل ايه؟ طيب ما قلت ما هو ما شاء الله يعني المشاركات كتير يعني. طب قول لي يا جورج ايه رايك في الموضوع؟ هو حاجه واحده بسيطه خالص. فشل او نجاح ده هو مش المنظوم، يعني اقصد مش الجواز في حد ذاته هو اللي فاشل او ناجح، هو الكابل نفسه اللي هم الاشخاص هم اللي بيفشلوا او ينجحوا. نصيحه واحده وبسيطه خالص 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 اقولها للستات واقولها للرجاله، بس الستات اكتر شويه. لغه الحوار ما بين الطرفين هم احسن شيء يتواصلوا ويوصلوا اوجه النظر لبعض، يوصلوا مشاكلهم لبعض، يقولوا انا زعلان من ايه، انا متضايق من ايه، فنصلح ايه ونعدل ايه والحاجات دي كلها، ان انا اعرف اعبر عن نفسي. بالظبط كده. الستات بما ان احنا في كعب عالي وما شاء الله الستات طبعا هم موجودين مكتسحين. الستات عندهم مشكله كبيره جدا الحقيقه، يعني بتنرفزني انا شخصيا، اللي هو فجاه تلاقيه ان هي قفشه كده، عارفه زعلانه، مالك؟ مفيش. ازاي مفيش؟ مين مفيش؟ يعني طب ما تقولي وخلصين يعني. ما هو اصلا انا مش دجال يعني. عشان احنا ما تعلمناش نعبر عن مشاعرنا ونتكلم عن دواخلنا ونشرح انا حاسه بايه. احنا ما ده اتكلمنا فيه قبل كده، مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده في الحلقه بتاعه ريموندا لما كانت معانا الاسبوع اللي فات، عن الحياه بتحلو بايه. ان الواحد يعبر عن نفسه، مطلوب منك ان انت تتكلم وتعبر عن نفسك. هي دي بقى، هو ده لغه الحوار اللي ببساطه شديده جدا اتكلموا وقولوا احنا متضايقين من 1 2 3، انا زعلان من 1 2 3، عادي جدا، عشان ان الطرف التاني وريفر بقى ان كان راجل او ست يفهم، فنتعلم مع بعض بقى مع بعضينا كده. لانه ببساطه شديده جدا في بدايه الجواز احنا بنطبق على بعض، بنفهم بعض، وفي الاخر بيطلع شيء ثالث، لا هو الطبع اللي انا اتطبعته من 20-30 سنة مع اهلي ولا مع اهلك ولا اي حاجة خالص. احنا بنعمل تماما. بيت له عادات وتقاليده وافكاره وموضوعه وخلاص. بس انا خلصت كده في السريع. صباح الفل. احنا كنا هنختم بس جورج كان حابب يشاركنا الموضوع ده. هرجع اقول لكم تصبحوا على خير، ليلتكم سعيده، وميرسي يا جورج على المداخله الجميله دي جدا. بشكرك. بشكر كل مستمعينا وكل الناس اللي كتبت لنا كومنت على الفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا جزيلا. ليلتكم سعيده. اسمعوا اولدز جولد بعد كعب عالي واغاني الزمن الجميل. ليلتكم سعيده وتصبحوا على خير. محمد حبائي واغنيته الجديده كل يوم من ده انا يا لهوي. ماشي. تصبحوا على خير. سمعت يلا مزيكا 101.5 اف ام. اعملوا داونلود للابلكيشن يا جماعه. اعملوا داونلود للابلكيشن يا جماعه واستمتعوا باغنيه محمد حمائي. خلاص بقى يا جون يلا. لكل الناس اللي معانا على اللايف انا بشكركم شكرا جزيلا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، والاسبوع اللي جاي حلقه جديده ان شاء الله. تابعونا واستنونا الاسبوع اللي جاي. كنت معاكم رحاب ابو العلا وجورج ممدوح، وتصبحوا على خير.